مآسي جميلة الجميلات وملكة الإغراء هند رستم، تشرد ومرار وفقر وأمراض نفسية، طفولة مشردة. مرت نريمان أو هند زي ما كانوا بيدلعوها بطفولة مأساوية، ده بعد انفصال والدتها عن والدها وهي عمرها 9 سنين بس، ده غير جبروت باباها واللي كان صعب جدا وأجبرها إنها تعيش معاه وتسيب مامتها. ويا ريت الدنيا وصلت بيها لكده. ده بعد فترة من الانفصال قرر إنه يتجوز، وكانت مرات ابوها مرات اب زي الكتاب ما بيقول، لدرجة ان باباها طلعها من مدرستها الفرنساوي وقعدها في البيت جنب مراته. الوضع ده معجبش جدتها خديجة، وقررت ان بيتها اولى بهند بعد ما مامتها وباباها اتجوزوا واتخلوا عنها. بس الحلو ما كانش بيكمل في حياة هند، وجدتها اللي عايشتها اجمل ايام حياتها ماتت هي كمان. جوازة الندامة. اتجوزت هند في السر من المخرج حسن رضا، وعاشت هي وهو مع مامتها خلال قصة حبهم اللي استمرت 3 سنين. بس الحلو ما بيكملش في حياة هند، وقرر حسن رضا انه يطلقها لمجرد انها بقت حامل منه، وفعلا طلقها لانها رفضت تتخلص من الجنين. وكانت المصيبة الاكبر هو رفض حسن انه يعترف ببنته، بس هند ما استسلمتش وفضلت بين المحاكم لحد ما قدرت تثبت نسب بسنة حسن رضا. وسواس المرض. في اواخر الخمسينات ماتت الست نجية مامة هند بعد مرضها بالسرطان واللي اكتشفوه متأخر، وده بدوره أثر على نفسية هند لدرجة إنها فضلت تروح للدكاترة تكشف كل شوية من غير ما تكون بتشتكي من حاجة. مرارة الفقر. بعد ما مارلين ونروش شرق عاشت حياة فنية كانت في الطالع، لدرجة إن عباس العقاد بجلالة قدره وصفها إنها ممثلته المفضلة، جت النكسة وبدأ نجمها يختفي عشان تقرر إنها تعتزل. وما يقفش الموضوع عند هنا، دي جالها أزمة قلبية وما كانش معاها تكاليف علاجها، لدرجة إنها باعت الأنتيكات اللي كانت بتشتريهم عشان تقدر تغطي مصاريف العلاج. شبح الموت. في سنة 2009 مات حب العمر بالنسبة لهند رستم، جوزها الدكتور محمد فياض، بعد عشرة عمر 50 سنة. هند ما استحملتش وجالها أزمة قلبية للمرة التانية، ولكن قدروا يلحقوها في آخر لحظة. أزمة الميراث. بعد موت دكتور محمد فياض أهله ما سكتوش وطالبوا هند بالميراث. لحد هنا ده عادي، بس اللي مش عادي إنهم اتهموا هند بإنها خدت 50 مليون جنيه من الميراث لنفسها، وهي بايعة أنتيكاتها عشان تصرف على علاجها. اتنزلت عن نص الفيلا لأهل الدكتور فياض، رغم إنها كانت فيلتها وهي كتبتها باسمه عشان ما يبقاش عايش في بيت مراته.